انت بزنس اونر مبيعاتك واقعه اليومين دول، فانت لازم تعمل حاجه من الثلاثه، سواء بتبيع منتج او بتبيع خدمه. اول حاجه لازم تعملها فورا تشوف شركه تسويق فاهمه تبدا تدير لك الموضوع ده كله، لان انت كل دولار كل جنيه بتصرفه ده بيوقع لك الدنيا تماما، وكل شهر هيبقى اسوء من اللي قبله. او في حاجتين تانيين ممكن تعملهم سواء معايا او مع اي حد غيري فاهم في المجال. رقم واحد تدخل كونسلتنج سيشنز، او رقم اتنين تشوف لك بزنس منتور. والفرق بين الاثنين رهيب جدا. كونسلتنج سيشن يعني انت النهارده تدخل مع واحد ميتنج مره واحده بس او اتنين ماكسيموم، لان انت ممكن تكون عندك مشكله صغيره جدا 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 في البيزنس كله، هو حلها في مره او اتنين، مش محتاج تتعاقد وتدفع رقم كبير جدا جدا كل شهر، وخاصه لو عندك تيم تسويق. رقم اتنين البيزنس منتور، دي بقى النهارده علاقه طويله الامد. مفيش حاجه اسمها بيزنس منتور فور 1 ويك فور 1 مانث، لا دي ممكن تبقى 3 4 شهور على الاقل، عشان خاطر يبدا النهارده رقم واحد يعرف كل المشاكل اللي عندك، الاسسمنت يكون مظبوط جدا جدا جدا. بعد كده بيكستمايز حلول، ويبدا النهارده بعد كده يفولو اب الحلول دي عملت ايه في البيزنس، ويبدا بقى يوبتمايز ويشتغل في حته السي ار او، ويبدا يعلي دنيتك. صدقني والله الثلاثه دول اهم من بعض، بس خلي بالك ما ينفعش تروح تختار حاجه غير مناسبه مع طبيعه البيزنس بتاعك دلوقتي، فاختار الحاجه المناسبه، يا كونتراكت مع شركه تسويق، يا بزنس منتور، يا كونسلتيشن سيشنز، حسب النهارده مشاكلك فين. فانا هقول لك الاحسن ليك ابدا الاول بالكونسلتيشن سيشن، عشان ممكن يكون حلك هنا. طب دي ما ظبطتش ابدا روح للبزنس منتور، طب دي ما ظبطتش ابدا روح للكونتراكت، عشان ما تروحش النهارده تلبس في علاقه طويله الامد وتعاقدات وارقام كبيره جدا، وتخش في الاخر النهارده تغير سيستمك كله بالكامل. ولو عايز تعمل اي حاجه من الثلاثه دول اعمل كومنت دلوقتي بكلمه كونسلتيشن سيشن، هتدخل معايا كونسلتنج 1 تو 1 ساعه، نشوف المشاكل اللي عندك فيها ايه، ممكن يكون حلك في دي. ولو لا قدر الله لا هنروح للبزنس منتور، اللي دفعت في الكونسلتيشن هيتحول للبزنس منتور. طب لو هنروح لكونتراكت، اللي دفعت في الكونسلتيشن هيتحول للكونتراكت، مش هتخسره تماما. فاعمل دلوقتي كومنت بكلمه كونسلتنج، هيتبعت لك لينك فورا تدخل تحجز الميعاد بتاعك، وندخل فورا كونسلتيشن مع بعض، نشوف المشكله فين ونحلها ان شاء الله.